إذا نواصل أخبارنا في قطاع السياحة. تم إطلاق أول رحلة برية من محطة الخروبة بالعاصمة نحو تونس مباشرة، حيث جاء هذا في ظل التزايد الكبير لعدد المسافرين الجزائريين نحو تونس. سلف دعماش. هنا في محطة الخروبة لنقل المسافرين بالعاصمة، وفي سابقة أولى من نوعها قام مجمع طحكوت بفتح أول خط بري بين الجزائر العاصمة وتونس، حيث تم توفير حافلات جد عصرية مخصصة للوجهة التونسية على مدار السنة. دوموند دي باساجي، لكن عندنا العدد يفوق عدد المقاعد الحافله نجيبوا ان دوزيام بوس. دائما على 8 تعليل منا، والروتور دائما على 7 تاع الصباح كوتيديان ثاني عام 12 من تونس، وفيها تسهيلات كثيره في مرحله العبور. 600,000 ذهب و600,000 العوده، يعني 1200 دينار ذهب وعوده. الارتفاع الرهيب لتذاكر الطيران دفع بالعديد من المسافرين إلى خيار النقل البري، خاصة في ظل تخفيف عناء التنقل إلى ولاية الشرق من أجل تغيير الحافلات لدخول التراب التونسية. طيارة غالية يا بنتي، 4 ملايين و200 ولا 400، واش كاين يا رحم والديك؟ 4 ملايين ماشي حتى مليون، 4 ملايين وين رانا رايحين؟ بزاف يا بنتي، في الكر رحمة ربي. أو لاباس عليها وكي الطيارة إن شاء الله نروحوا سالمين ونولوا غالمين إن شاء الله. هذا ما كان الحمد لله. يعني الارتفاع يعني في الصيف يعني يوصل لحتى 42 ألف دينار جزائري للطائرة. يعني هذا الشيء يعني هذه التسهيلات يعني رانا فرحانين بها. مسيو طحكوت دار هذا الفواياج هذا، يعطيه الصحة وربي يعاونو، وإن شاء الله نجوزوا فاكونس بيان، وإن شاء الله كاع الجزائر كاع تجوز فاكونس بيان، إن شاء الله ربي يطول فيما إن شاء الله. هذا واش نتمنى. هو إذن خط بري بين الجزائر العاصمة وتونس لمجمع طحكوت بدأ يجد استجابة معتبرة في أولى رحلاته، خاصة وأن الوجهة التونسية هي أول وجهة مفضلة لغالبية الجزائريين خلال موسم الاصطياف.